ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن افضل 10 انواع كلاب تقدر تربيها لو انت عندك حساسية من شعر الكلاب، لان الانواع دي شعرتها مش بتسبب الحساسية، وغير كده كمان مش بيقع شعر تقريبا زي باقي الكلاب. يلا بينا نبتدي. رقم 10، الايرديل تيرير. كلب سيد انجليزي، شكل مميز بشعرته المجعدة ولونه البني في اسود. طاقته عالية وذكي وشخصيته قوية. اكبر انواع كلاب التيرير في العالم، وهي الكلاب اللي كانت مخصصة لصيد القوارض. رقم 9، الجراي هاوند الإيطالي. كلب صيد وأسرة رائع، من أسرع أنواع الكلاب في العالم. بيحب الجري واللعب ويتميز بلونه الرصاصي وشعرته القصيرة جدا. جسمه عضلي. كلب طبعه حساس ومش بيحب يتساب لوحده كتير. رقم 8، البراسلز جريفون. كلب أسرة بلجيكي، شكله ظريف، بيتميز بوشه اللي بيكون بلحية وشارب. طبعه هادي وحذر، وده بيخليه كلب مراقبة جيد جدا بالرغم من حجمه الصغير. رقم 7، اللاسا أبسو. كلب زينة صيني، شكله جميل جدا وطبعه مرح وشقي، وبيحب كل أفراد الأسرة. ودود وبيحب اللعب كتير بالرغم من إنه مش كلب حراسة، ولكنه كلب تنبيه ممتاز لو حس بخطر أو شيء غريب. رقم 6، اليوركي. كلب زينة وأسرة ممتاز، أصله إنجليزي. بيتميز بطبعه الوفي والحنين مع أصحابه. ذكي وسهل تدريبه وبيتعلم بسرعة. شخصيته قوية وواثق في نفسه. رقم 5، البيدلينغتون تيرير. كلب صيد فراني إنجليزي، طبعه حساس جدا وبيتربط بصاحبه ارتباط قوي. شكله غريب ومميز. كلب ذكي وسريع التعلم، وطبعه هادي في أغلب الوقت. رقم 4، الإيفن بنشر. كلب زينة ألماني، شكل مميز بالشارب اللي بيغطي وشه. شخصيته مضحكة ومرحة، بيحب اللعب والجري، ولكنه مزاجي وعنيد ومش سهل تدريبه. رقم 3، البودو. كلب صيد فرنسي، من أذكى أنواع الكلاب في العالم. طبعه عنيق وحركته سريعة. بيحب اللعب والسباحة. تقدر تدربه على حركات كتيرة جدا لأنه سريع الاستيعاب وذكي. في منه 3 أحجام، كبير ومتوسط وتوي أو حجم صغير. رقم 2، الكارين تيرير. كلب صيد وأسرة اسكتلندي، من أفضل كلاب الأسرة في العالم. ذكي جدا ومش خواف، وافي جدا لصاحبه وأسرته. ولو دخل عندك فار في الشقة متقلقش، فكارين تيرين أصلا كلب صيد فرعي. رقم 1، الأفغان هاوند أو كلب الصيد الأفغاني. أصوله تنحدر من أفغانستان، ولكن تم تسجيل النوع في إنجلترا. من أجمل الكلاب اللي ممكن تشوفها في حياتك. طبعه هادي وواثق في نفسه، مش ودود مع الغرباء. صعب التدريب بسبب استقلال شخصيته، ولكنه وفي لصاحبه. غريزة الصيد عنده عالية جدا، عشان كده ما ينصحش انك تربي معاه حيوان اصغر منه. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.